كلكم تقولوا المسك كل سنه وانت طيبه. ساعه عيد ميلادي ما حدش قال لي كل سنه وانت طيبه، مع اني قلت لكم قولوا لي كل سنه وانت طيبه. اتمنى تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وكل اللي جديد يعمل اشتراك، وكل اللي معايا من زمان بحبهم في الله وبشكرهم على ان احنا لسه مستمرين، وان شاء الله مستمرين كتير مع بعض، وربنا ما يغيرش حد يا رب. عن في الله. وشكرا لكل اللي بيخش لي ويقول لي كلمه طيبه، جزاه الله كل خير. وكل السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير باحسن صحه وحياه يا رب. تعالوا نعمل مع بعض بقى ايه؟ تورتايه ملفيه. احنا جبنا كده الملف جاهز، مش هقول لكم هنعمله ولا. عندنا بقى ايه؟ عندنا الملفيه، وعندنا مربى، وعندنا لبن، عندنا كريم شانتيه. هنعمله بطريقه حلوه قوي كده، بس اصبروا معايا وان شاء الله نعمل حاجه حلوه. هما كام رقاق؟ 3 رقاق. جميل قوي وطعمه حلو طازه كده، ماهوش قديم. ماشي الكلام. بالليل وسيبيه تاني يوم كمان ليه؟ عشان يطرى ويبقى حلو. هعمل ايه دلوقتي؟ عندي لبن محليات، هسقسق كده بقى تقسقه بسيطه، مش هتسقيه خالص يعني، هديله عشان يطرى، لكن نعرف نقطعه. وحطينا له السكر لان الملفيه ما فيش اي حاجه مسكره خالص كده. انا بقى بعمل كده حاجات مبسطه للامور، يعني انت ده ما اعرفش، ما هوش غالي الملفيه على فكره، بيشتري ما هوش غالي. حط حاجه طبقه كريم شانتيه. احنا ضربنا الكريم شانتيه مع كريمه بسري، حطينا كده معلقتين كبار من كريمه البسري. وفيها شغل بقى، يعني احنا برضو ما عندناش اللي هي الحاجات الادوات اللي بتزوقي بيها، فبتبقى حاجات بقى عشوائي كده. ان احنا هنعمل طبقه من اولها مربى. شوف المربى مع طبقه الكريمه هتخفف السكر المربى. يعني انا حتى خففت المربى بمعلقتين لبن وضربتها كده عشان ما تبقاش محتحته، بس برضو هتبقى مسكره لو اتحطت لوحدها. فاحنا ممكن نعملها كده على طول، نحطها مقلوبه ولا ما ربنا ما يقلبش حال حد يا رب. ايه رايكم؟ هنطري برضو بايه؟ استنوا معايا كده، انا هقلب السليمه دي تبقى تحت واعملها كده. ايه رايكم؟ عشان تبقى مظبوطه، لانها كده كانت ايه مكسره من الحروف كده. وادي لها سقسقه برضو بسيطه كده لبن. حطينا الطبقه الثانيه بعد ما قلبناها وحطينا عليها كريمه، وهنحط برضو طبقه مربى. المربى دي اصلا بتاعت حلويات. انت بتروح حتى عند بتاع الحلويات تقول له ايه؟ انا عايزه مربى حلويات. الطبقه بتاعت دي هتخفف طبقه المربى، تخلي طعمها ايه خفيف كده في الاكل. دي بقى على عدله بقى لها ايه، تكون هي العجينه بنت مش مظبوطه، فعشان كده ايه بقى حته واطيه وحته عاليه. فاحنا ضيرنا النص الواطي من الناحيه دي والعالي من الناحيه دي، هتظبط معانا كده. معايا الكلام؟ دي تيتا بتفنن. ايه هنروح بقى ايه مدينها برضو سقسقه خفيفه كده. احنا ما بنسقسقش الوشين، عشان كده بقى هتبقى يعني طراوتها حلوه. الوش اللي هو ايه التالت، هما يبقوا 3 طبقات بس صغيره، هيحلوها برضو بزودوها حلاوه، وافردهم كده. في الطبقه دي حطينا المربى من تحت والايه والكريمه من فوق. طبعا هتشرب من بعضيها برضو وهتتلخبط في بعضيها اهي، حلوه تبقى ايه موجه كده، اكنك رش عليها حاجه حمرا حمرا يا واد. احنا بقى هنمسكها نظبطها بدوت كده ووت كده ووت. يعني التظبيط مش هيبقى قوي، بس اهو ايه نص العمى ولا ايه ولا العمى كله. ايه رايكم؟ والله يا رب طالعه شكلها حلو. طلعتها من على الصينيه بقى عشان كان عليها ايه حاجات كده مش. هنعمل لها ايه بقى؟ ناخدها ديت كده، دول شويه الكريمه اللي اتبقوا. ده على فكره الطفله ديت اول عيد ميلاد لها يا جماعه، فعشان كده بقى ما نشوف قرفتها هتعمل ايه. عايزه بقى الفيديو ده يعمل مشاهدات حلوه قوي عشان تبقى خلوني اتفائل بيها كده. حفيدتي حفيدتي المصون.
عايزين ندي شكل كده للوردايه. طب والله هتبقى شكلها جميل. احنا هننافس ايه رايكم؟ الزمامه تحفه. ايه تورتايه دكتوره مسك. مش عارفه اعمل لها بقى ايه. حط لها كده وردات هنا في الرف دي. ايه رايكم في الطعمه دي بقى؟ بالزمامه جميله بجد والله العظيم تحفه. تعالوا بقى نحط شويه ايه، نكسر اللون ده ونحط شويه شوكولاته شيبس كده. ايه رايكم؟ يكسر الالوان. لو عندنا بقى، لو اعرف اعمل كده كنت جبت بقى الوان كتير منها وحاجات ليها كده، بس انا ما اعرفش ان انا بقى هخترع، ما اعرفش ان انا هبدع بقى التبدعات الجميله دي. اخر حلاوه، اخر اجمل تورتايه. وطعمها بقى، انا بحب تورته الملفيه دي قوي يا جماعه، بحب جاتوه الملفيه، بيبقى طعمه حلو يعني. هقطعها اتنين كده من النص وارجع اخد بقى كل اتنين كده مع بعض، لان ارتفاعه عالي اهو.